هو حتى هو ملي تيطلع للرينغ ما تتكونش عنده الخرصه، ما تيدير حتى تيطلع للرينغ وتيديرها، هو تيصبرها عنده من قبل النيف ديالو دايره هي محلوله كما كنت تيدخلها ويبقى يدورها وتيخلي هذيك لوفيرتور لتحت. الور طلعنا بدينا تلعبوا. هذه لعبنا في مركب محمد الخامس، كنا تلعبوا في لافوار، لعبنا مع شحال من خطره هذاك طوا. الاخرانيه هي هذه ديال مركب محمد الخامس. طلعنا كنلعبوا جوج انا والسوسي وهو واحد اخر. جات واحد العمليه اللي ما كما كنقول لك الكاتش هو هذا، كتكون غادي مزيان كتجي شي حاجه اللي ما فراسكش وما فراس الاخر كدير لاكسيدون، ولا كانت لاكسيدون دائما كتكون اكسيدون غراف، ما عمرها ما كتكون اكسيدون سهله. فالوقت اللي بغى يدير هو لا شوت، ضرب القنت ديال لو رينغ ونزل على راسو. الديبلاسمون ديال لا كولون فيرتيبرال هزوه للوبيطال. هذيك الساعه شديت انا حيت صباطي درتو على كتافي هو كنبكي، مابقاتش عندي يعني السوسي كمل بوحدو وانا مابقاتش عندي تماما حتى الرغبه نشوف ولا نجلس. عرفت بان السيد مشى سالا وانا هو السبب ديالو، سيفيني حياته مشات وداك الشيء. من بعد بقيت كنمشي شفتو في الاسبان، من بعد مات مسكين. وقفت انا صافي. توقف مسار الحاج العبدي كمصارع بعدما اختار الانسحاب نهائيا من حلبة المصارعة، وترك وراءه جماهير عريضة لا زالت متشوقة لمشاهدته كلاعب. وبالرغم من توقفه عن اللعب إلا أن علاقته بالرياضيين بقت متواصلة. في سنة 1978 غادي يدخل لتجربة تسيير من خلال رئاسته الفريق الرجاء البيضاوي، واللي نجح فيها وتمكن من خلالها جلب أنظار بعض المسيرين، واللي بدورهم رشحوه كرئيس للجامعة الملكية للمصارعة سنة 1984. وفعلا ترشح ونجح كرئيس جامعة المصارعة في عام 1984. من بعد جاء 1985 ترشح للكونفدرالية الإفريقية ديال المصارعة، ومن الكونفدرالية كرئيس ديال الكونفدرالية كيعطيه الحق باش يكون عضو ملحق في المكتب ديال الجامعة الدولية ديال المصارعة. أول خطوة اللي دارها هو طلق واحد النداء لجميع المصارعين القدماء اللي كانوا في الستينات وكان فكر باش يدير جمعية ديال القدماء المصارعين الدوليين. جات في السبعينات والثمانينات كانت الأوج ديال رياضة المصارعة في إفريقيا وحتى في أوروبا، لأن إلا جينا نشوفوا في 1900 على ما أظن 78 أن المغرب شارك في بطولة أوروبية. هذا الغريب الأمر بأن كان الرئيس السابق كانت عنده واحد الجرأة هو. هذا من الجانب الإنساني، من الجانب الإنساني كرئيس جامعة سميتو بأنه ساهم في تحسين، يعني ساهم في تحسين الوضعية ديال جميع واحد المجموعة ديال المصارعين، سواء بالتدخلات ديالو، سواء بالعلاقات ديالو، سواء بإمكانيات ديالو اللي كانت عنده، إمكانيات الشخصية. مسار محمد العبدي كلاعب وكمسير ما كانش كيخلو من بعض الاصطدامات والأزمات، إلا أن هذه الأزمات اللي مر منها بينات على مدى مواقفه القوية من أجل الرفع من المستوى الرياضي بالمغرب وصموده في أضعف المواقف وأصعبها. وقعوا لي جوج ديال الحوادث. الحادثة الأولى هو أن كان توفى لي واحد الوليد، والجامعة الملكية المغربية للمصارعة منظمة بطولة العربية للمصارعة. ولده كان معنا مع اللجنة ديال المنظمة، وكان غادي بشي سيارة باش يدي شي مسير أو يجيب شي مسير، دار حادثة وتوفى. رغم أنه توفى هذاك الوليد، الغد كان عندنا الافتتاح في الوزارة. قالوا له باش زعما ما يديرش افتتاح بداك الكيفية ديالو العادية، ولكن هو رفض ودار الافتتاح ودار الخطاب ديال رئيس الجامعة ودار وفرقوا الميداليات وكل شيء داز وكل شيء بقى هكاك كما بغات الرياضة. هو قالوا دينا الوليد الله يرحمه، ولكن الرياضة خصها تبقى
هذه البلاد خصني لابد نمثلها احسن تمثيل. رغم التدخلات ديال الاتحاد العربي، رغم التدخلات ديال الاصدقاء ديالو الجزائريين والتونسيين والمصريين باش يلغي الحفل الافتتاح، ولكن تحدى الكل واحترم البرنامج. رغم ان السي عبد اللطيف السملالي وزير الشباب والرياضه انه كان يعني غير راضي على هذه الحفله، ولكن الحاج العبدي تحدى كل شيء ونظم ذاك الحفل الرياضي كما كان مبرمج، فيه واحد النوع ديال الفرح، فيه واحد النوع ديال وفي هذيك البطوله، يعني في هذيك البطوله استطاع المغرب باش ياخذ ميداليه الذهبيه وحس بواحد النوع من الارتياح، يعني رغم الصدمه ديالو. كاين ازمات دازوا عليه، من ضمن الازمات هي وفاه ابنه ديالو في تقريبا واحد 3 ايام بقات على الجمع العام اللي اجتمع الجمع العام في انتخابي. وعاوتاني توفى واحد الوليد حتى هو مات مسكين حديثه، دار واحد الحديثه حتى هو وليدو الكبير لافي البارح ديال الجمع العام، وعاود راسلوه من الوزاره قالوا له ودي اجل الجمع العام، قال لهم علاش غنأجل انا الجمع العام. وهذا الجمع العام كانت في واحد المعارضه اللي باش يحيدوه من الرئاسه ديال الجامعه، وتوفى لي ولدو نهار الاربعاء، نهار الخميس دار الطلبه، وكلشي الناس حضروا، سواء المعارضين سواء الاصدقاء سواء الاعداء ديالو في الرياضه، الاعداء ديالو في الرياضه مع طبيعه الحال، لانه وقت ما يكون عند الناس منافسين وحضروا وداك الشيء، وجات وزاره الشباب والرياضه صيفط لنا رساله رسميه بإلغاء بتأجيل الجمع العام، هو رفض ودار الجمع العام ديالو، داز الجمع العام كما ينبغي، باش كنقول لك هو صبار، انسان صبار وكافح في الرياضه، كيستحق التنويه في الحقيقه. الصدفه هي الباب اللي افتتح بها محمد العبدي مسيرته في رياضه الكاتش، رياضه اللي كانت شعبيه خلال الستينات وصبح عندها بريق بعد ما اكتسحوها مغاربه امثال الحاج العبدي اللي بقى دائما وفي لها وشكل جسر عبور للرياضيين مغاربه للدخول لتجربه هذا العالم الخاص.